بتعملوا فتنه، انتوا بتعملوا تعصب. واللي بيرفع الجزمه ده واللي بيضرب لعيب بالقلم ده بيعمل ايه؟ رز بلبن، بيعمل مهلبيه بالقشطه. ده كله بص ده ضربوا يا عين، ضربوا بس راسه. يا جماله يا حسين، يا جمالك يا سيح. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ حاجه تضحك. موضوع دونجا وزيزو، واحد بايده كده ماسك الشورت بتاع زيزو كده، فطبعا السوشيال ميديا وركز على البطيء، فيجي يجيب ايد زيزو كده، ايد دونجا كده، بيمسك الشورت كده وبيمسك بايد كلها، معرفش. وزيزو يعني لا يلتفت، يعني لا يلتفت مثلا، مفيش حاجه يعني لا يلتفت. فيقدر ايه ده شوف عمل ايه، ده شوف عمل ايه في زيزو، ده ايحاءات، ده قله ادب، ده ما تعاقبش ليه؟ مع ان انا حسام غالي مش بايده كلها بقى، حسام غالي يعني بان لقطه كده، فانا قلت يا جماعه في الدوري الانجليزي بتحصل. صدق بالله يا جدع انت بتفكرني بالنكته لما واحد راح لواحد قال له الحق يا عم ابراهيم مراتك بتخونك مع مصباح الكهربائي، قال له اخرس يا حيوان، ده لا كهربائي ولا بيفهم حاجه في الكهرباء، يتقطع لسانك. ساب مراته بتخونه ومسك كهربائي ولا لا؟ كان كله قال ان رضا سليم جاي النهارده، وانا امبارح قلت لا، الموضوع مش هيخلص النهارده، وقلت انه في حد تدخل وانا عارف ومش هقول. رضا سليم مش قصه جواز سفر، ولا في مشكله في جواز سفر ولا حاجه من دي خالص. يعني عشان تعرفوا الموقف، الاهلي والجيش الملكي اتفقا على كل شيء، على كل حاجه، خلصوا كل حاجه مع بعض. بقي اللعيب ووكيله، وكيله هو السيد كريم البل، وكريم كان له طلبات معينه للاعب يعني، والدنيا كلها كانوا خلاص منتظرين، فانتظروا على بعضا، مش عايز اقول شروط، لكن طلبات جدت او استجدت او طلبت في الفتره الاخيره. يعني النادي الاهلي كان انهى كل شيء وانتظر الوصول، لكنه مع الطلبات الجديده حصل نوع من انواع الغضب. يا عم احنا اتفقنا واحنا خلصنا، معلش الطلبات دي، القصه دي، الحواديت دي بتدخل هنا، المفاوضات، المناقشات، الكلام. هات لنا صوره بس رضا سليم الله يخليكم. لا الصوره ايه، استنى الفوتو سيشن اللي هيتعمل رضا سليم مع نادي الاهلي. شفت التسريب يا جماعه بتاع ميدو وهو عمال يقول له انا عندي رضا سليم احسن من بن شرقي 8000 مليون مره، في الاخر اوف رضا سليم حطه صح. قويه جدا للنادي الاهلي، انا ما كنتش اتوقعها يعني انا كخالد كنت فاكر ان امام كان بالنسبه له مساله الاحتراف كانت مهمه جدا، لكن كنت متوقع انه هيكمل. كان هيكمل، لكن هي عمليه برضو اللغه، لان انا قبل ما امشي من الزمالك يمكن انا اللي رشحت امام عاشور للزمالك، فجه نادي الزمالك وانا مشيت وهو امام جه، لكن انا لما احترف انا فرحت جدا، حتى ما احترف من خلال نادي الزمالك انا فرحت جدا، وقلت امام ده الوقت الصح جدا ان هو يحترف. لكن في ساعات ان عمليه اللغه بتفرق معاك جدا وانت محترف، عدم التفاهم. يعني انا كنت في الشعل السعودي في وقت من الاوقات بيلعب معانا جناح من البرتغال، كل مش عارفين نتفاهم معاه، لا بيتكلم انجليزي ولا بيتكلم طبعا. فلغه التواصل حتى مع اللعيبه ده بيصعب المهمه جدا طبعا. فلغه تواصل امام اعتقد انها كانت صعبه مع المدرب ومع اللعيبه اللي حواليه، مش عارف يتعامل. بتدافع على امام عاشور وبتقول عليه صفقه كويسه وهو مارك وخارج عن الصف في الزمالك. بكره هنعرف اسم الست الوالده خماسي على قناه الزمالك. شحات بعد المشهد المؤسف اللي احنا شفناه من اعتداء وسب، كان يتوقع يعني يا عم ده ما يجاملوا الاهلي يدوا له 6 ماتشات ويجاملوه مثلا، يعني فاهم قصدي؟ فوجئنا بماتشين، وكأن واحد دخل على انكل رجل واحد فالحكم راح مديله طرد فقال لك خد ماتشين. يعني ده سلوك لا اخلاقي، سلوك مشين، اعتداء وسب بيقارنوا بلاعب دخل على انكل رجل واحد فراح مطرود من الحكم اداله ماتشين، هي نفس العقوبه. لكن انا عايز اقول حاجه، ان احنا تعليقنا على ما فعله حسين الشحات والبعض لا يعطي لنا الحق في ذلك، بلاش انتوا تتكلموا، لان وبلاش انتوا تتكلموا على فكره اما الزمالك بيتغلب اصل بيراميدز كسب الاهلي، لا الزمالك ما بيتغلب حتى في هو اسوأ حالاته، هتلاقوا كل جمهور الاهلي، كل مسؤول الاهلي بيعلقوا، واللي بيتريق واللي بيحفل على الزمالك، بل كمان اي موقف هتلاقوا
بيتكلموا على مرتضى منصور، على حبسه، على عزله، بيتكلموا على شيكا، بيتكلموا على امام عاشور لما كان موجود عندنا، بيتكلموا على عبد الله جمعه، بيتكلموا على اي واحد، بيتكلموا على دونجا، على اي واحد يكبروا الموضوع ويطالبوا باقصى عقوبه. صحيح الزملكاوي يلهيك ويجيب اللي فيه فيك، الزملكاوي برضه هنمشيها الزملكاوي ني. هم دلوقتي في طريقهم لإنهاء كل الرتوش الأخيرة، ومن الممكن أن يكون رضا سليم في القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالحد الاثنين الثلاث، يعني خلال الساعات القليلة القادمة. ما عندكوش صورة رضا سليم؟ فيعني يخلص القصة كلها وينضم اللاعب إلى النادي الأهلي. ده طبقا للمعلومات اللي أنا بجيبها مش من داخل النادي الأهلي، اللي بجيبها من الخارج يعني، او من الشخصيات اللي بتساعدنا في موضوع الحصول على الاخبار. فما اقدرش اقول لك بشكل نهائي انه اللعيب انتهى او انه عقده انتهى او انه قصته انتهت، لكن اللي اقدر اقوله لك انه اللعيب تقريبا في النادي الاهلي، يعني تقريبا خلاص، يعني الموضوع شبه انتهى تماما. وانه النادي المصري اللي كان داخل في تفاوض لضم اللاعب توقف عند مبلغ معين وانسحب. وبوضوح بتكلم على نادي بيراميدز دخلوا عند رقم معين، وبالتحديد عند 800,000 دولار. بزيدك من الشعر بيت. بعدين شالوا ايديهم من الموضوع. لا ده الواد رضا سليم ده كان مولعها، يعني كيداهم وروحيه ما عدمكش الاتنين، كانوا عايزينه انا غاوي شغل السرينة رضا سليم في نادينا ني. انت كمان طلعت حمدي فتحي بالظبط، فخلاص انت دخلت، يعني مش هيبقى في عندك تخمه برضو في الحته دي، لان في مروان عطيه هايل طبعا. صفقه جامده جدا، وديانج لعيب انا في رايي ده مهم جدا للنادي الاهلي. معاهم امام، لا ده هيبقى خط وسط بقى، والسوليه ومعاك السوليه ومعاك ولدين صغيرين. لا ده كده، وفخري موجود، لكن في ولد باك ليفت واكرم توفيق ما يرجع بقى ان شاء الله يعني، واكرم كباك رايت مع محمد هاني. لكن في ولد باك ليفت كريم على فكره الولد ده لعيب كويس قوي يا بركات، كريم ندفد. لا الولد الباك ليفت كريم الدبيس. الولد ده برضه لو خد هيبقى اضافه كبيره. شكري لعيب كويس قوي، لكن شكري لو جه النادي الاهلي مش برضه الباكم، يعني صعب ان انت تلعب معلول بيلعب على طول فمش هيلعب، فانت برضه لازم بياخد فرصته شكري مع سيراميكا وقبل كده مع سموحه. لكن كريم الدبيس وممكن بالنسبه لكريم كمان فكره التطور بالنسبه له يبقى اكتر. لعيب كويس، انا من 3-4 سنين انا الولد ده صغير وانا كنت متابعه، ولعيب كويس قوي. كريم الدبابيس واجنحه الدجاج ده هيكسر الدنيا مع علي معلول ملك الزغلول. منك يا لول. الاصابه دي مش قصه خالص، دي اول اصابه عضليه تيجي لامام عاشور في مسيرته الكرويه، فالناس قعدت تبالغ واصابه مزمنه واللاعب وغياب 3 و4 و5 شهور وكمان كل ده. بص يعني مفيش اي حاجه، اللاعب قدامه اسبوعين بالظبط من دلوقتي يخش التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي طبيعي جدا. فكل القصه بتاعت امام عاشور ان هو بيعمل البرنامج التاهيلي بتاعه من الاصابه اللي جات له في العضله الخلفيه تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، الراجل اللي عامل شغل مميز جدا في النادي في الحقيقه من ساعه ما جه. فده بخصوص كمان امام عاشور. يا ليلة يا دي السودا ام حناجل، امام عاشور راجع يا حاره، ونمره البوليس 122 واللي مش عاجبه اشرب من اي خراره حسين الشحات اتغير عندما ارتدى الفانيلا الحمراء. السلوك اللي ظهر من حسين الشحات واللي كل الناس شافته واللي كل الناس انتقدته ده ما حصلش الا بعد ما لبس عباءة النادي الاهلي. هتيجي تقول لي طب عادي، لا، حسين الشحات لما يلاقي هو وغيره محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتعمل بلاغ ضده من مستشار تركي آل الشيخ، كل الجهات الرقابيه اقرت بما مكتوب في هذا البلاغ وحفظ البلاغ. لما يجي يلاقي كده محامي رئيس نادي بيطلع يتفاخر بده عبر الفضائيات ويطلع يقول لك احنا عندنا 500 بلاغ اتحفظوا، لما يجي يلاقي كده طيب انا يعني لما يشوف كهربا
لا يعاقب. طيب لما يشوف كهربا ما تعاقبش، لما يشوف كل المشاهد دي اللي قدامه، لما تيجي تلاقي رئيس النادي الاهلي محدش بيقرب منه. طب هو كابتن الخطيب عايز يقرب منه ليه؟ ايه ما بيتشتمش حلو يعني؟ يعني الراجل مطالع تربنتين عينه ال 24 ساعه عندكم في القناه، ما تتشتم حلو يا خطيب بقى عشان تعجبه. قالك ما حدش بيجي جنبه الخطيب ده، نبص كده ونحطه على راسنا من فوق. لا تبات الفيديو ولا الفيديو لحد لغايه هنا يبقى انت برنس البرنيس المستبرت فاستفنسه. انت اتاكد من دينا لايك ما تيجي فيديو مشترك في القناه ما كل الشعارات في كل مكان، واستنوه استنونا نحن فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.